ورجعنا لكم مره ثانيه، وزي ما عادل قال ناس كتير جدا نفسها تعمل علاقات ونفسها الناس تحبها بس مش عارفين ازاي. عشان كده جبنا لكم دكتور محمد حسين، دكتور في اداره الاعمال من جامعه لندن، وكمان زميل الاكاديميه البريطانيه للتنميه البشريه. هاي دكتور، ازي حضرتك؟ دكتور محمد منورنا جدا في عز الشباب. ربنا يخليك. في البدايه كده عايز اخطف منك الاضواء شويه، اقول لك يعني ايه ازاي نخلي الناس تحبنا. احنا سمعنا عن فيلم ازاي تخلي البنات تحبك، لكن ينفع نخلي الناس تحبنا كلنا؟ ينفع ان شاء الله. ازاي بقى؟ بس هقول لك ازاي، بس هقول لك كمان في نقطه مهمه قوي. ايوه. ساعات تلاحظ ان في ناس كويسه جدا وهي ناس فعلا لطيفه وطيبه وبتحب الخير للناس، لكن الناس ما بتحبهاش. وناس تانية العكس، تلاقيها هي من جواها مش بنفس الطيبه ومش بنفس حب الخير للاخرين، بس الناس بتحبها. ايه السبب بقى في ده يا دكتور؟ السبب في ده حاجات كتيره جدا، بس اهمها نقطتين. ان الناس اللي عشان الناس تحبني لازم يكون في مجموعه حاجات انا بعملها ومجموعه حاجات تانية انا ما بعملش. ده ملوش علاقه بانا كويس من جوايا ولا لا، ملوش علاقه بانا فعلا بحب الخير للناس ولا لا، ملوش علاقه بده. نبدا. يبقى نبتدي على طول. نبتدي حاجه نبتدي بالحاجات اللي لازم نعملها. الحاجات اللي لازم نعملها، اول حاجه وانا بتعامل مع الناس لازم ادور مع الناس على الحاجات اللي هم كويسين فيها واشاور لهم عليها. دي اول نقطه، عشان احنا اتفقنا هناخد نقط. اول نقطه انه كل الناس اللي بنتعامل معاهم عندها ايجابيات وعندها سلبيات. اذا عايز الناس تحبك دور مع الناس اللي بتتعامل معاهم، سواء في محيط شغل، سواء اخواتك، سواء اصدقائك، سواء مراتك، سواء جوزك، اي حاجه، اي علاقات، على الاشياء اللي هم متميزين فيها وتلفت نظرهم ليها، مهما كانت هذه الاشياء اشياء بسيطه. مش ده يبقى نفاق؟ لا، ده مش نفاق. النفاق ان انا اقول حاجات مش موجوده فيهم واقول انها فيهم. صح. لكن لو انا لقيت واحد بيلبس كويس اقول له ده الطقم ده كويس قوي عليك. لو لقيت واحد بيعرف يتعامل مع ناس اقول له. خلي بال حضراتكم احنا ضحايا ثقافه ادي دقني لو فلحت. ايوه ضحايا الثقافه دي كلنا ما فيش حد، يعني ما فيش حد ما ما فيش حد بيقول حاجه حلوه. ما فيش حد ما اتقالوش وهو صغير ادي دقني لو فلحت. لازم الدقن، ما تعرفش مش عارف الدقن حتى لو ست برضه ادي دقني لو فتحت. لازم الدقن. فاحنا ضحايا ثقافه ادي دقني لو فلحت. فعايز توصل لقلوب الناس بسرعه، دور مع الناس على الحاجات اللي هم فعلا كويسين فيها. وخلي بالكم ان احنا برضو ما حدش عرفنا احنا كويسين في ايه. فلو انت اكتشفت في صاحبك او زميلك او زميلتك حاجه هو كويس فيها قول له، هو هيقول لي كمان ايه اللي انا كويس فيه. وده هيحصل بالظبط. دكتور عايز برضه اخش معاك او اخد معاك في الحته دي. يمكن في ناس كتير جدا ما عندهاش ان حد ممكن يقول لها، او حد ما عندوش اللي هو يقدر يسمع من حد، ما عندوش الحته ان هو علاقته مع الاخر صعبه شويه. هل دي تيجي من ايه؟ يعني هو عنده مثلا المشكله في البادي لانجوج بتاعته، عنده مشكله في الكلام، في القعده، في ايه بالظبط، عشان يحاول يعرف من اللي حواليه، او لو حد ما حدش قال له يعرف هو من نفسه. كويس. في ناس بتبني كده جدار عازل ما بينها وما بين الناس. تمام. اول حاجه من الجدار اللي الناس بتعمله هي التكشيره. يعني جرب كده، يعني خش كده اقف مثلا في اي مكان بيقدم خدمه، هتلاقي دايما في شباك او في حد عليه زحمه كتير. أيوة. ده هتلاقي حد مبتسم، حد بيرحب بالناس. اللي قاعد عامل كده ده وزعلان وكاره ده ما حد، الناس بتبعد عنه. فاول جدار انا ببنيه، انا اللي ببنيه مش الناس، انا اللي ببنيه بيني وبين الناس، ان انا بكون مكشر ما ببتسمش، ان انا بكون صوتي عالي، ان انا بكون مدي للناس انطباع انك انت لو قربت مني في علاقه من اي نوع انت مش هتتبسط. وبالتالي الناس مش مضطره. اذا الناس مش مضطره انها تتعامل معايا وانا بالسلوك ده، الناس هتبعد عني. فاحنا اللي بنبني الجدار. طب اللي عنده مشكله في ان هو يتعامل مع الناس، يعني اللي عنده مشكله انه بيتكسف يروح يتعرف على حد، او ما عندوش صحاب ونفسه يبقى ليه صحاب بس بيتكسف ان هو يروح يتعرف على الناس، بيتكسف يتكلم مع الناس، يعمل ايه؟ كويس. دي نقطه، ان انا مش عارف اروح اتعرف على ناس، دي نقطه هنقولها كمان شويه. لكن في ناس بتبقى بتتعامل مع الناس ومش عارفه تكسبهم. يعني في محيط العمل انا في مجموعه 3 4 5 بتعامل معاهم، بس انا بخش في حالي في البريك، ما بقعدش مع حد، ما بتكلمش مع حد في اي حد بيفتح قدامي اي موضوع مش اهتمامي بقول ان ده مش اهتمامي وببعد عنه. طب فاين، ممكن يكون مش اهتمامك، بس لو سمعته هتستفيد معلومات، هتعرف خبره، هتهتم بحاجات انت ما كنتش تعرفها. يعني اتكلم مع الناس واسمع الاخرين وانا بتعامل معاهم. فاول نقطه عايزين نقولها مهمه قوي عشان تخلي الناس تحبك، هي نقطه ايه؟ ان انت تشاور للناس على الحاجات الايجابيه وتظهر اعجابك بيها. النقطه الثانيه هي اظهار الاحترام والتقدير للناس. خلي حضراتكم مش الاحترام والتقدير بس، اظهاره. ودي ليها علاقه مهمه جدا بادراك واستيعاب الشخص اللي قصاد. يعني في واحد مثلا لما يلاقي واحد بيتكلم انجليزي كتير يحس ان هو مش عارف يتعامل معاه. في واحد لما يحس ان قدامه ده قاعد حاطط رجل على رجل وقاعد بشكل معين يحس ان هو مش حابب يتعامل معاه. انت مهم انك تشوف اللي قدامك ده ايه النقط اللي هو بيفهمها، علشان لما تتعامل معاه تظهر له احترامك، تظهر له تقديرك ليه، بالتالي هيحب يتعامل معاك. لازم نعمل الحكايه دي من غير ما نقعد نصنف، من غير ما نقعد نشوف مين مهم ومين يستحق ومين عنده شهاده ومين عنده منصب. احنا هنحترم الناس كلها،
تمام. كل الناس اللي متعامل معاهم. هقول لك على حاجه حصلت مره شخصيه معايا. مره كنت في بلد بره وبدي تدريب، فكانوا بيبعتوا لي كل يوم حد ياخدني بالعربيه لمكان التدريب وارجع. ففي يوم اول يوم خالص جالي الراجل مدير التدريب في المكان، كان في مشكله عند السواق تعب، اضطر الراجل ده ان هو يجي بنفسه، انا ما كنتش اعرف شكله. فجاء وقابلني واستقبلني وقعدت في العربيه، قعدت اتكلم معاه اما وصلنا قال لي هو انت حضرتك تعرفني؟ قلت له لا. قال انت بتعاملني كويس قوي. طب ما طبيعي ان انا عامله كويس قوي. اي لا احنا واخدين ان نازل تتعامل مع واحد مثلا بيشتغل حاجه بسيطه تعامله بقى ان انت. قلت له خلاص انا فعلا بعامله عادي، يعني انا فاكر ان هو راجل جاي ياخدني بس بعامله بشكل كويس جدا. فده حصل ما بيني وبين الراجل ده صداقه طويله جدا، وحاسس ان انا بقدر الناس وبحترمها. النقطه الثانيه اللي احنا ما بناخدش بالنا منها اظهار الاحترام والتقدير، وبالمناسبه ده مش بس ما بين الاخوات وبعضهم وبين الاصدقاء، ده حتى من الاب لابنه ومن الام لابنها. احنا بنعرف نحب اولادنا كويس قوي لكن ما بنعرفش نحترمهم. دي مهمه جدا على فكره بين الاهالي والاولاد. بتبني شخصيته وبتخليه يحترم نفسه وبتخليه يبص لنفسه كانسان محترم، يتكسف من نفسه بعد كده انه يغلط، يحس ان هو اهم من انه يغلط او ان هو افضل من ان هو يغلط. ايه بقى الاخطاء اللي احنا بنعملها عشان الناس كده الناس ما بتحبنيش؟ في خطا مهم جدا ان انا اتعامل مع الناس من منطلق ان انا بفهم احسن منهم. انا فاهم كل حاجه، يعني لو انا في كل شله كده واحد ده اللي فاهم كل حاجه. ده اللي عارف كل حاجه وده اللي يعني جايبك وده الفقيق بتاعه. ده الفقيق بالظبط. اول حاجه ده لازم نوقف. حتى لو انا بعرف اكتر من اللي قدامي مش مفروض ان انا اتعامل معاه من منطلق ان انا بعرف احسن منه. النقطه الثانيه المهمه قوي فكره ان واحد بيدعي لنفسه الحقيقه المطلقه. ايه هي بقى؟ انا فاهم كل حاجه، مش بس فاهم الدنيا ماشيه ازاي، لا الخبر اللي عندي هو الخبر اللي صح. خلي بالك حتى بيقع في الحكايه دي ناس حتى اللي بتتكلم في الدين، انه صح انت بتتكلم في الدين لكن الصح مش حاجه واحده. يعني الصح ممكن يكون حاجه واثنين وثلاثه واربعه. يعني كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اثنين من الصحابه كانوا جاء عليهم وقت الصلاه وما كانش في ميه، فتيمموا وصلوا. بعد شويه توفرت الميه، فواحد قال انا هتوضى واصلي تاني، واحد قال خلاص انا مش هتوضى واصلي. راحوا للرسول، اللي صلى مره واحده قال له ايه؟ قال له اصبت السنه، يعني انت عملت السنه. اللي راح للتاني الرسول قال له ايه؟ قال له اخذت اجرين. ايه ده؟ هو الرسول ما قالش حد غلط؟ لا، يعني صح. ينفع الاثنين يبقوا صح، ينفع الاثنين يبقوا صح، ينفع تبقى وجهه نظر اللي مختلف من وجهه نظر حضرتك، نبقى احنا الاثنين مختلفين واحنا الاثنين. طب اللي عنده المشكله دي يا دكتور يعمل ايه؟ مشكله اللي هي ما تتقبلش راي الاخر وبيحس ان هو دايما هو الصح في كل حاجه. كويس، هقول لحضرتك اللي عنده الحكايه دي يطلع ورقه وقلم دلوقتي هو بيسمعنا ويقعد في اوضته اللي هو عايش فيها وبينام فيها كل يوم ويكتب من الذاكره محتويات الاوضه دي، ويشوف بعد ما يخلص من الذاكره، ما يبصش حواليه، يشوف بعد ما يخلص هو كتب كل حاجه في الاوضه ولا لا. 100% هيلاقي لا، هيلاقي حاجات كتير جدا ما خدش باله منها، ما اهتمش بيها، ما لاحظهاش. وبالتالي القصه ايه؟ هو ايه اللي لفت نظره في الاوضه؟ لفت نظره الحاجات اللي هو شافها، اللي هو احتك بيها، اللي هو اتعامل بيها. طب اذا كانت الاوضه اللي انا عايش فيها طول عمري في حاجات مش واخد بالي منها، امال الدنيا ايه؟ تمام. فدي اول حاجه الواحد بس عشان يحس ان هو عنده حاجات مش واخد باله منها في الدنيا، يحاول يقتنع ان هو فعلا ممكن حاجات ناقصه. طب دكتور دلوقتي في حاجه مهمه جدا عند معظم الشباب وعندنا وعند اغلبيه الناس اللي بتشوفنا. دلوقتي ممكن الشباب بيروحوا يحضروا محاضرات ويحضروا ندوات ويحضروا حتى لو دروس دينيه، وممكن يقول لك انا فعلا هتغير، وفعلا لما بيسمع وحتى ممكن قاعده زي اللي احنا قاعدينها دلوقتي بيستفيد منها وممكن بيتغير، بس تغييره بيحصل على مدى قصير جدا، يوم او 2 أو 3 ايام، وبعد كده بيرجع تاني زي الاول ويمكن ممكن يبقى اسوأ. دي بتبقى نتيجتها عن ايه؟ او ممكن ايه اللي احنا ممكن نقوله للشباب اللي هم ممكن بيخوضوا الحته دي؟ دي ليها كذا سبب. أيوة. سبب من الراجل اللي بيستقبل المعلومات ان هو بيكون واخدها كقصه لطيفه، يعني هو بيسمع مش بيقيس الكلام ده على نفسه. انا فعلا عندي مشكله في التعامل مع الناس، انا فعلا محتاج اخد ولا احنا بنسمع حدوته لطيفه. ايوه، نسمع كلام شكله حلو ويا سلام مفيش احسن من كده. لازم افكر فيا وانا بسمع، افكر مش اسمع بس، وده ليه علاقه بفرق ما بين السمع والانصات. طب عشان كده عايزين بقى 5 نصايح لكل الشباب اللي بيسمعونا دلوقتي حضرتك تقوله لهم. 5 نصايح للناس عشان تنجح في التعامل مع الناس. احنا كنا قلنا جزء منهم، قلنا اول حاجه دور مع الناس على الحاجات الكويسه اللي فيها وشاور لهم عليها. الحاجه الثانيه قلنا اظهر احترامك وتقديرك للناس. النقطه الثالثه المهمه جدا، دور مع الناس اللي انت في محيطك على حاجات مشتركه تجمعكم، عادات مشتركه، هوايات مشتركه، سلوكيات مشتركه، اكلات حاجات بتجمع الناس. خلي بال حضراتكم في ناس بيعيشوا مع بعض حتى في الجواز سنين طويله مفيش حاجه بتجمعهم،
كل واحد في دنيته، تبص تلاقي البيت فيه 2 دش، واحد بيتفرج على الكوره، واحد بيتفرج على المسلسلات، والدنيا كل واحد في الدنيا. ندور على الحاجات اللي تجمعنا والحاجات دي نحافظ عليها. عشان كده زمان كانت علاقه الناس قويه ببعض. ليه؟ لان كان في ميعاد للغداء، وكان في ميعاد للفطار، وكان في فالناس كانت بتتجمع بشكل او باخر. فالحاجه الثالثه ان احنا ندور على الحاجات المشتركه اللي بتجمعنا ونشتغل عليها. ما ندعيش ابدا امتلاكنا لحقائق مطلقه، احنا كلنا بندور على الحقيقه، وانا عندي جزء والناس عندها جزء، محتاجين نفكر مع بعض ونشتغل مع بعض علشان نوصل للي احنا عايزينه. دكتور محمد، الحقيقه ان احنا عايزين قعدات اكتر من كده حضرتك تنورنا فيها بعد كده ان شاء الله، عشان نوصل للحقيقه بقى اللي احنا كلنا بنواجهها، اللي ممكن تبقى عندنا واحنا مش حاسين بيها، الحاجات مهمه جدا في حياتنا. ان شاء الله. دكتور محمد، استاذنك قبل ما نختم انه ان شاء الله النهارده هنحط على البيج بتاعت البرنامج استقصاء كده اسئله. ايوه احنا هنحط على البيج بتاعت البرنامج اسئله بتعرف الناس هل هو فعلا يقدر يتعامل مع الناس ولا لا. كله يدخل على الفان بيج بقى النهارده ان شاء الله. دكتور محمد نورتنا جدا جدا، خبير التنميه البشريه. نورتنا جدا في عز الشباب، ونشوفك تاني ان شاء الله قريب. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك شبابنا، خليكم معانا لسه مكملين معاكم في فقراتنا في عز الشباب. الفقره اللي جايه مهمه جدا، فقره انا عن نفسي بحبها جدا. ليه؟ لان هو فيها فنان محبوب جدا، الفنان الممثل الجميل جدا الشاب محمد رمضان. فاصل صغير نرجع لكم على طول، خليكم معانا.